كيكة الايس كريم وصفة لذيذة وطعمة وحلوة جدا، عجبتني جدا. انا اول مرة الحقيقة اجربها وحبيت انقل لكم التجربة بتاعتها. طعمها تحفة. عايزة اقولك انها احلى بكتير من اللي احنا بنشتريها من بره. كمان الكيك احنا هنعمله، وهقولك ان الكيكة دي ممكن نستخدمها برضو في الكيك العادي. عملنا قبل كده الايس كريم، نفس الايس كريم اللي احنا عملناه بولات هو اللي هنستخدمه، بس احنا كمان هنضيف ليه بعض الطعم. يلا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة عندي هنا 3 كوبايات من اللبن، هحطهم وهحط عليهم 3 معالق من السكر. هضيف كمان معلقتين من عسل الجلوكوز، وده موجود عند العطار او الراجل اللي بيبيع مستلزمات الحلواني، هتلاقوه متوفر يعني. والخطوة دي برضو مهمة علشان يطلع معاكي الايس كريم حلو ويطلع زي بتاع بره. هجيب كمان نص كوباية من اللبن او ممكن حتى مية، وبندوب فيها معلقتين من النشا وبحطهم على اللبن وهو سخن، وبقلبهم وبرفعهم تاني على النار. ضفت كمان حوالي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا عشان احنا عاملينه ايس كريم فانيليا، وهقلبه على النار لغاية ما يكون عندي الخليط زي ما انتوا شايفينه كده. السمك بتاعه اهو مش تقيل قوي، يعني هو يعتبر زي المهلبية بس طبعا خفيف شوية عن المهلبية. السر بقى اللي ما بيخلوهوش يعمل التلج ويطلع كريمي برضو، ببتدي ابرده حبة بحبة. يعني عندي هنا ما طبعا ما بحطوش في التلاجة على طول، حطيته في صينية وحطيت عليه من تحته كده مية ساقعة لغاية ما برد خالص، وببتدي اقلب فيه لغاية ما يبرد عندي خالص. يعني ما بحطوش في التلاجة وهو سخن، لازم استنى عليه لما يكون برد خالص ويطلع البخار المية اللي فيه، لان بخار المية ده هو اللي بيعمل التلج. هنضيف كمان اضافة بقى مميزة جدا وبتخليه برضو كريمي، وهو اللبن المكثف اللي احنا هنعمله في البيت. بدل ما نجيب العلبة ب90 جنيه، النهاردة هنعملها مش هتكلفنا حتى 15 او 20 جنيه. هجيب كوباية من اللبن البودر وعليها نص كوباية من السكر البودر، وبزود المية تقريبا بياخد حوالي ربع كوباية من المية، تكون دافية مش مغلية بس تكون دافية. وبقلب عندي الخليط كويس وبضربه عادي بمضرب يدوي او مضرب كهرباء اللي انتوا عايزينه، مش بياخد وقت، وعندنا بيتحول احلى لبن مكثف بقى وممكن نستخدمه في حاجات كتيرة. المكون الثالث وهو الكريم شانتيه، هناخد منه نص كوباية من الكريم شانتيه وبحط عليهم نص كوباية من المية تكون متلجة وساقعة. وببتدي اقلبهم الاول. ده محتاج بقى نضربه ضرب جامد قوي، يا اما بالمضرب اليدوي بس هياخد وقت شوية، او مضرب كهرباء. بس انا قلبته شوية بالمضرب اليدوي وبعد كده بضربه لغاية ما يكون عندي اول ما ارفع المضرب كده يعمل منقار، يبقى كده وصل للي احنا السمك اللي احنا عايزينه. زي ما انتوا شايفينه بدأ يجمد اهو. بعد كده بقى بحط الحاجات دي كلها في التلاجة. ده طبعا بعد ما قعد حوالي 5 ساعات كده في التلاجة، يكون بارد خالص. عايزة كل حاجة تكون باردة، اللبن بارد والخليط اللي احنا عملناه من النشا واللبن يكون بارد، وبرضو اللبن المكثف كله بارد. وبقلبهم الاول مع بعض. بعد كده بضيف عندي برضو الكريم شانتيه اللي انا جهزته، وبضربهم كويس جدا كل الخليط ده مع بعض. يعني عايزة اقول لكم 3 مكونات سهلين وموجودين عندنا في البيت، ويعتبر مش مكلف بالنسبة لو احنا هنشتريه من بره. لو احنا هنشتريه من بره هيبقى مكلف جدا. بعد كده بضربهم كويس بالمضرب الكهربائي او حتى مضرب يدوي، يعني ممكن حتى لو مش عندك مضرب كهربائي ممكن نعمله بالمضرب اليدوي. بعد كده بجهز بقى علبة او صينية بايركس، وانا حطيته الحقيقة في الصينية البايركس، وبعد كده بغطيه باي حاجة عندي، ممكن الاسترتش لاب اهم حاجة برضو عشان ما يدخلوهوش تلج. وبحطه في الفريزر بقى ممكن يقعد لغاية 8 ساعات.
بعد ما بعمله بعد 8 ساعات هو عندي اتجمد زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة دي اختيارية، لو انت عايزاه يطلع زي الجاهز بتاع المحلات وبيبقى فيه مطة كده شوية، برجع اضربه تاني بالهاند بلندر، او لو عندي عجان ممكن نضربه في العجان. برضو بيساعد ان يكون عنده بيديله مطة كده زي الجاهز. بعد كده بقى ممكن نحط عليه برضو الفواكه. انا عملت جزء الحقيقة برضو، يعني ممكن ده الاساسي اللي احنا نعمل منه كل طعوم الايس كريم. يعني ممكن ناخد جزء ونحط عليه كاكاو، وممكن نحط عليه فراولة. انا عملت هنا منه السادة، وعملت منه بالبلو بيري، وعملت كمان منه بالفراولة، وهشوف الطريقة برضو عملتهم ازاي. جبت شوية من الايس كريم وحطيت شوية من البلو بيري، وهضربهم بالهاند بلندر معاهم، هيديني نفس طعم البلو بيري بالايس كريم. وكمان برضو الفراولة ممكن نستخدم صوصات فراولة، ويعني انا استخدمت برضو مربى، حطيت مربى الفراولة. ولو عندك طبعا فراولة طبيعية تبقى حلوة جدا، الفراولة الطبيعية هتبقى احلى كمان من المربى، بس ما كانش عندي الحقيقة فراولة طبيعية. ممكن نقطع عليها اي فواكه عندنا ونضربها، مثلا لو عندك مانجا ممكن نحط المانجا ونضربها مع الايس كريم، هيديني الايس كريم المانجا. بعد كده بقى بحطهم في الفريزر على بال ما نجهز الكيكة. الكيكة عبارة عن 4 بيضات، هنحط رشة من الفانيليا او ربع معلقة صغيرة، وبضربهم ضرب كويس يعني. بعد كده بضيف كوباية الا ربع من السكر او كوباية سكر، وبضيفها معلقة كده او معلقتين، وبضرب كويس علشان يبقى كريمي زي ما انتوا شايفين كده، ويبقى لونه كده ابيض. ابتدي احط نص كوباية من زيت الذرة وبضربها كويس. طبعا الكيكة دي كيكة تحفة جدا لو عملناها كمان اي نوع كيك، ممكن كيك شاي الصبح، لان الكيكة دي معمولة على طريقة كيكة الحليب الساخن. بعد كده بضيف معلقة من الخل. هضيف كمان بقى عندي هنا الدقيق، والدقيق عبارة عن كوبايتين من الدقيق، وعليهم نص كوباية من النشا، وكيك شيف باكو بحاله او ممكن معلقة. بعد كده بقلب بقى، بركن عندي هنا المضرب الكهرباء وببتدي اقلب حبة بحبة. هجهز بقى كوباية من اللبن تكون سخنة، وبحط عليها معلقتين من الزبدة وبضيفهم حبة بحبة كده زي ما انتوا شايفين، لغاية ما عندي الخليط يبقى بالشكل ده. هجهز عندي القالب. طب بدهن القالب الاول بشوية من الزيت او السمنة، وبعدين بحط ورقة من الزبدة، ورقة زبدة. بعد كده بحط عندي الخليط وبخبطه كده في الارضية علشان لو في فقاعات ولا حاجة. بعد كده بحطها في الفرن على درجة حرارة 180، بس اول ربع ساعة بخليها على درجة حرارة 200. يعني هي بتاخد حوالي ساعة الا ربع وبتستوي. طبعا بختبرها بالخلة او العود اللي هو الشيش طاووق، وبتأكد انها كويسة واستوت من جوه. زي ما انتوا شايفين الكيكة تحفة قوي، وتنفع كيكة شاي، كيكة عالية. عايزة اقولك ان هي اكتر من 10 او 12 سنتي زي ما انتوا شايفينها كده، تحفة بجد، حلوة جدا. ببتدي بقى اسيبها تبرد خالص، وبعد كده ببتدي اقطعها. لو عندك السكينة المنشار، انا خدت قطعتين كده بس قللت الكمية بتاعتها، والجزء ده طبعا مش هيترمى. هقطعها بقى بعد كده الاجزاء او الجزء اللي الباقي هقطعه ل3 اجزاء. وبشيل لو في حتت ناشفة كده في الاطراف ممكن نشيلها بالسكينة زي ما انتوا شايفينها كده. هبتدي اقطع اول جزء سمك متوسط، ونحاول نخلي كل الاجزاء قد بعض ونشيلها بالراحة. طبعا يعني هي كانت بردت، اهم حاجة انها تكون باردة. ممكن نحطها في التلاجة شوية. ادي اول جزء
هبتدي بقى احط عليه الجزء اللي هو او الايس كريم اللي بالفانيليا، واحاول برضو ان هي تكون متماسكة في التلاجة عشان ما تسيحش مني على الكيك. اول جزء عملته ممكن نساعد باي سباتيولا او اي حاجة او حتى شوكة. حطيت الجزء التاني وحطيت عليه اللي هو بالايس كريم اللي عملناه بالتوت البلو بيري، وبعدين بظبطها كده باي سباتيولا. والجزء الثالث حطيته وحطيت عليه الجزء بتاع الايس كريم الفراولة. طبعا على بال ما خلصت كان بدت تسيح، فانتوا بقى ايه خلوا بالكم، ويا ريت بقى تحطوها برضو في الفريزر، يعني كل فترة كده تحطوها في الفريزر لان الجو بدأ يحرر. بعد كده بقى عملت كوباية من الايس كريم وضربتها بمية ساقعة او لبن، وبديت ازوق بيها كده. يعني الخطوة دي اختيارية، لو انتوا حابين تزوقوها بالكريم شانتيه او تسيبوها كده سادة. طبعا بتحطيها في الفريزر بقى ممكن 3-4 ساعات كده بتكون جمدت. انا كان عندي برضو الالوان دي، حطيت الوان طبعا بتاعت طعام، حطيت اللونين دول، وده حاجة اختياري. انا حبيت بس إيه تبقى فيها شغل كده علشان التصوير، براحتكم بقى. عملت جزء وحط بالالوان الازرق والروز، وحط